السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب دايما تكونوا بخير. جايبه لكم النهارده فطيرة خطيرة يا جماعة، حلوة جدا وسهلة جدا وممكن تتعمل بأي مكونات عندكم في التلاجة. لفة الجلاش دي كانت عندي بقى، بس هي ما كانتش في التلاجة، هي كانت في التلاجة من تحت، ما كانتش في الفريزر. هي اي بقى انت عندك في الفريزر جايباها صبحة، ما علينا. هتقطعوها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وتجيبوا بقى بولة فيها بيضتين مع كوباية لبن ومعلقتين زيت، خلاص كده، ونص معلقة بيكنج باودر، وتقلبوا تقلبوا تقلبوا، وفلفل اسمر عشان خاطر الايه البيض. تمام، حلوه كده. الخلطه دي اللي هي هنعملها زي مشروب كده، هنحط بيه الايه على على الجلاش. هنمسك الجلاش نقسمه نصين، النص الاولاني الطاسه مدهونه زيت، ونحط بقى الجلاش عليه اللي احنا مفرفطينه، وناخد ايه معلقتين او كبشتين كبار من الخلطه اللي احنا عملناه، اللي هو البيض باللبن، ون ايه ونسقيها كده زي ما انتم شايفين، وندك عليها كده. بعدين بقى اي حشو عندك في التلاجة، جبن موتزاريلا موجوده، لانشون موجود، بسجق موجود، لحمه مفرومه، اي حاجه انتوا بتحبوها. بس هي بالجبن كده خطيره. انا كان عندي شويه جبنه وحطيت عليهم جبنه، ايه دي، جبنه قريش مع كزبره. تمام، بقدونس بقى، شبت، اي حاجه انتوا بتحبيها. والنص التاني اهو، بعدين برضو كبشتين من المشروب ده او البتاع ده اللي انا عاملاه اللي هو ده. تمام، بصوا والدكه كده. بص على النار، هي خدت بالظبط تلت ساعه، كل جنب تلت ساعه على حسب النار، بس موطيه عليها جامد. طلعت بالشكل الخطير ده يا جماعه، مقرمشه جدا من بره وطريه وخطيره من جوه. جربيها، سهله جدا وما بتاخدش وقت، تنفع بقى كعشاء او كفطار الصبح. بصوا جبناها عملت ازاي، خطيره. بصوا، حلوه قوي قوي قوي، وطعمها كمان كان خطير. باي باي.